مرحباً بكم في قناتي قصص وعبر من عالم النساء. في هذا العالم وراء كل باب حكاية، ووراء كل صمت ألم لا يحكى. هنا قصص وعبر من عالم النساء، حكايات حقيقية، قرارات صعبة، ونهايات قد تغير كل شيء. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب دعماً لنا لنستمر في تقديم المزيد من القصص المؤثرة. استعدوا، فبعض القصص ليست للترفيه بل للعبرة. لنبدأ. قصتي بدت يوم كنت أنا ووالدي راكبين في تاكسي، وكان الطريق طويل مرة، مو مثل الطرق العادية. أنا ما كنت فاهمة كم كيلو متر أو كم ساعة، أغلب الوقت كنت نايمة وأصحى على صياح السواق يقول وقفوا شوي، مين يبغى موية، مين يبغى يدخل الحمام، ومين يبغى يصلي. كنت صغيرة، عمري تقريباً 13 سنة، وآخر مرة رحت المدرسة كنت في سادس ابتدائي. كنا رايحين الوجهة ما كنت أعرفها، ووالدي شايل شنطة فيها ملابسي. إحنا 6 إخوة وأنا في النص، وفي 2 أصغر مني. عايشين حياة صعبة لدرجة إن الناس كانوا يساعدونا نجيب أضحية العيد ومصاريف رمضان. ولا أحد من إخوتي كمل دراسته. أختي الكبيرة متزوجة، وأختي الثانية وأخوي الأكبر قاعدين في البيت. أخوي يشتغل أحياناً بالسوق، أحياناً بالبناء أو الجبس، وأبوي أحياناً يشتغل وأحياناً يقعد بدون شغل. وأنا في الطريق بعد ما ودعتني أمي وأخواتي قالت لي ديري بالك على نفسك، وسوي اللي يقولونه لك الناس ولا تسوين مشاكل. كنت لابسة فستان منفوش كان صغير علي شوي، شكله مثل فساتين العرايس، ومع حزام ووردة في الوسط، ولابسة صندل، وعملت تسريحة بسيطة على جنب. ولما كنا ماشيين أمي نزلت دمعتين، وأنا مشيت وهي رجعت للبيت. وأخيراً وصلنا أنا ووالدي بعد الطريق الطويل والمتعب، وقلبي متلخبط بين فرحتي بالسفر والفضول لأني ما أعرف وين رايحة، وشوي خوف لأني فارقت أمي. يوم نزلنا قلت لأبوي إني جوعانة، فاشترى لي ساندويتش صغير وعصير وأكلتهم. وبعدها بدأ يتصل على حرمة اسمها نورة. وقفنا أنا وأبوي في مدينة كبيرة مرة، مو زي المدينة الصغيرة اللي أنا جاية منها. كانت ضخمة، والسيارات والناس كأنهم يركضون في كل مكان، والسيارات والدبابات والمطر والناس. بصراحة عمري ما شفت مدينة بهالحجم. أبوي ماسكني بيد، وباليد الثانية ماسك جواله، وأنا ألف يمين ويسار أكتشف المكان. كان أبوي يكلم نورة ويقول إيه يا أم نورة، تمام، هذه البنت جبتها، خلاص خليك مكانك وقولي للسواق المكان. وهي توصفه وتقول له التاكسي علي، وهو يقول لا، ما بيننا حساب، الله يجزاك خير. بعد محاولات كثيرة أخيراً وقف لنا تاكسي، وقلنا للسواق المكان اللي رايحين له، وبدأ الطريق الطويل من جديد. وأنا تعبت وصرت أبي بس أنام وآكل. سواق التاكسي سأل أبوي أنتوا مو من هنا صح؟ شكلكم من برا. وأبوي رد وقال الحمد لله أني ركبت معك، لو ركبنا مع سواق ثاني يمكن يصير شيء مو زين. وبعدين قعدوا يتكلمون سوالف السواقين المعتادة، وأنا كنت أتابع وأتفرج على المدينة الكبيرة. وصلنا أخيراً للمكان جنب فرن مثل ما وصفت لنا أم نورة، ووقفنا ننتظرها تطلع. شوي بعد طلعت من زقاق حرمة طويلة وممتلئة، لابسة عباية سودة ومعاها مفاتيح البيت، وشعرها مخلوط بين الأشقر والأبيض والبني، ومثبت بمشابك الشعر، وحواجبها مرسومة بالكحل وواضحة. كانت مهتمة بنفسها، مو مثل أمي رغم أنهم تقريباً بنفس العمر، وكان واضح الفرق بين واحدة عندها إمكانيات وواحدة لأ. قبل ما توصل عندنا بخطوتين فاح منها عطر حلو، وأعطاني انطباع طيب عنها قبل حتى ما تتكلم. سلمت على أبوي وقالت كيفك يا أبو فهد، عساك طيب؟ وسألت عن الطريق. قال لها هذه هي البنت. مسكني أبوي من كتفي ودفعني قدامها وقال ما شاء الله، حطيها في عينك، بنت مؤدبة ونظيفة وطيبة. مسكتني هي من كتفي ولمست شعري ووجهي ويديني وقالت
ما شاء الله على الأميرة. ابتسمت وتقلب فيني كأنها تشتري، وأنا حسيت كأني بضاعة في السوق، وبدأ الحزن يدخل قلبي شوي شوي والخوف يكبر داخلي، وما كنت فاهمة وش بيصير. كل اللي خطر ببالي أمي، وتمنيت أشوفها وأحضنها وأجلس جنبها. بعد شوية كلام بينها وبين أبوي قالت يلا تفضلوا ادخلوا. مشت قدامنا بخطوتين وأنا وأبوي وراها، وأبوي ماسك يدي ويقول لي كل شوي اسكتي، ويحط إصبعه على فمه كأنه يقول لي بس اسكتي وخلاص، لا تسألين ولا تعرفين مين هذه ولا وين رايحين. دخلنا معها الزقاق اللي يطلع على شارع كبير، وشفت عمارات يمكن 6 أو 7 أدوار عمري ما شفت مثلها، سيارات كثير، وكل عمارة عندها حارس، وما فيه أطفال يلعبون ولا أي إزعاج. المكان هادئ وغريب علي تماماً. طلعنا العمارة، دخلنا المصعد، وكانت أول مرة أشوف مصعد أو أركبه، ولما تحرك فجأة خفت ونزلت مكاني من الرعب، وهم الاثنين ضحكوا. قالت لي لا تخافين، أول مرة تركبين المصعد؟ قلت لها إيه أول مرة. ضحكت ومسحت على راسي وقالت بتتعودين. دخلنا بيتها، وكان فيه صالون كبير فيه تلفزيون وكنب، وقدامه صالون ثاني، والبيت مرتب وفيه بلاط حلو، والشبابيك عليها ستاير تنزل، والزجاج ينفتح ويتقفل، مو مثل البيت اللي أنا عايشة فيه. جلسنا أنا وأبوي في الصالون، وجابت شاي وفطير وحلا، وأنا أكلت منهم لأني كنت جوعانة ودايخة. فجأة قال أبوي شوي شوي يا بشاير، عندك بشاير هنا. قالت اسمها بشاير؟ ما قلت لي اسمها بشاير. سبحان الله، حتى بنتي اللي بعمرها اسمها بشاير. قال أبوي صدفة سبحان الله، وضحك وهو يطلع الأرض باستحياء. نادت بنتها يا بشاير، وجت بشاير بنفس عمري تقريباً، حاطة مشابك شعر ولابسة بيجامة هالو كيتي، ولسه صورتها في بالي، ولابسة نظارة بخيط. سلمت علينا بأدب وجلست جنبي، وصرنا نسولف وش تسوين وش تدرسين، وبعدين دخلتني غرفتها. انبهرت أول ما دخلت، كأنك ماسكة بنت صغيرة ودخلتيها عالم ثاني. كان عندها سرير صغير ومكتب مرتب وصور معلقة على الجدار ولمبات صغيرة مزين السرير. أشياء بسيطة لكنها بالنسبة لي كانت حلم كبير. صرت ألمس كل شيء بهدوء، المفرش، الصور، ودهان الجدار الوردي، وألف يمين ويسار وأنا منبهرة، وأقول لها هذا كله لك؟ هذه غرفتك لحالك؟ يا حظك، تنامين هنا لحالك؟ قالت لي ليه؟ أنت ما عندك غرفتك؟ ما عندك غرفة لحالك؟ تنامين مع أخواتك؟ قلت لها لا، إحنا أصلاً ما عندنا غرف. فعلاً كان بيتنا عشوائي، فيه غرفتين وفناء، ننام متفرقين، بعضنا في الغرفة وبعضنا في السطح، وبعضنا وين ما لقينا مكان. ما كان عند أي واحد فينا غرفة خاصة، حتى أمي وأبوي، كان كله فرش مرمي واللي يلقى مكان ينام فيه وخلاص. وبصراحة كان هذا حلم كنت دايم أحلم فيه، وأنا سارحة أقول تخيلي لو يكون عندي غرفتي لحالي فيها صوري وسريري وكل شيء. أنا وبشائر كنا بنفس العمر ونفس الاسم، لكن مو نفس الظروف ولا نفس الحظ اللي كل وحدة انولدت فيه. كنا نلعب في الغرفة، وفجأة سمعت أبوي يناديني. طلعت له ولقيته واقف يعدل ثوبه ويمسح يديه ويقول لمنورة الله يجزاك خير، الله يحفظك، انتبهي للبنت، هذه أغراضها، وإذا صار شيء اتصلي علي، تراها مثل بنتك وشاطرة، وحطيها في عينك، وإذا احتجتي شيء كلميني. رحت بسرعة وتمسكت فيه وقلت له أبوي أبغى أروح معك، صحيح المكان حلو وغرفة بشائر عجبتني ومنورة طيبة معي وبيتهم حلو والمدينة كبيرة، لكني أبغى أرجع معك وما أبغى أقعد عند ناس غريبين. دفعني شوي وقال لا يا بنتي، بتتعودين، لازم تبقين هنا مع هالناس، وهذه خالتك أم نورة بتهتم فيك وبتعاملك مثل بنتها بشائر، وبتطلعك وتوديك البحر. وبدأت أبكي، فقامت حضنتني وقالت أنا بشتري لك ملابس وشنطة فلة وفستان حلو وكل شيء تبينه، وبجيب لك فيونكات للشعر. وأنا أبكي وأقول لأبوي لا أبغى أروح معك، أبغى أروح عند أمي. قال لي خلاص
أسبوع واحد بس وبرجع لك، اليوم جمعة، الجمعة الجاية إن شاء الله أجيك. جلست أبكي وقلبي مو مرتاح، بس ما بيدي شيء أسوي. أم نورة مسكتني وأبوي ودعني ومشى، ولما طلع وسكرت الباب حسيت إحساس قوي دخل قلبي، كأن في غصة واقفة في حلقي لا تطلع ولا تنزل. أم نورة المسكينة ما قصرت، ولا بنتها الصغيرة ولا أولادها الكبار، كلهم حاولوا يريحون خاطري وجابوا لي أشياء من البقالة، لكن قلبي كان مليان حزن، واشتقت لأمي وأبوي وإخواني الصغار من أول لحظة، ودمعتي واقفة في عيوني. وأنا في ذاك العمر ما كنت فاهمة وش فيني، بس حسيت، وبالأخير جلست واستسلمت أحاول أستوعب مشاعري اللي ما كنت أعرف أفسرها، وجلست واستسلمت لواقعي، وبدأت مرحلة جديدة بحياتي ما كنت متوقعة أعيشها. أنا اللي كنت أحلم أدرس وأكبر وأتوظف وأصير مدرسة أو طبيبة أو شرطية، فجأة لقيت نفسي داخل عالم الشغالات وأنا طفلة ما بلغت السن القانوني. ويوم ورا يوم بديت أتعود، أجيب أغراض وأتعلم وين البقالة والجزارة وكل شيء، وكانت عندهم مساعدة اسمها فاطمة أتعلم منها الطبخ والتنظيف وكل شغل البيت. وإذا جابوا المقاضي بالسيارة أنا أنزل الشنط وأطلعها وأصفها، وراتبي كله يروح لأبوي، وأنا أصلاً ما كنت مستوعبة أني أشتغل، أحس بنفسي بس عايشة عندهم وخلاص. الحمد لله وفقني بناس طيبين. أم نورة ما عمرها أهانتني ولا ضربتني، وكانت تهتم فيني وتشتري لي ملابس، وأولادها يعاملوني زين. بس أبوي ما كان يزورني إلا كل 3 شهور تقريباً، ومع الوقت تعودت على وضعي زي السجين اللي بالبداية يبكي وبعدها يستسلم. وجلست عندهم 5 سنين كبرت فيها أنا وبنتهم مع بعض. هي دخلت الثانوي وتعلمت لغات وصارت تهتم بنفسها، وأنا تعلمت الكنس والمسح والعجين والغسيل، لبسي دايم بيجامة وفوقها مريول الشغل، وإذا جتني رسالة بالإنجليزي أدور أحد يقراها لي، والشيء الوحيد اللي أعرف أقراه قائمة المقاضي بالعربي. ومع كل هذا كانت غالية على قلبي، بس الدنيا نصيب وكل شيء قسمة ونصيب وظروف. يوم صار حادث قوي، سيارة دعست أم نورة. الحمد لله ربي كتب لها عمر جديد، بس حالتها تدهورت كثير وصحتها النفسية تعبت ودخلت باكتئاب، صارت تاخذ أدوية وما عاد تضحك ولا تطلع زي أول. اختفت المرأة المشرقة النشيطة وقررت تترك كل شيء وتروح للقرية عند أمها. وبنتها بشائر أخذت الثانوية وسافرت تدرس بمدينة ثانية، وما عاد لي ولا الفاطمة أي دور عندهم. فقالت لي أم نورة وهي حزينة إنها ما تقدر تخليني أضيع معاها بالقرية، وبتوديني عند ناس يعتنون فيني زيها. وأنا كنت أترجاها، أقول لها ما أبغى راتب ولا شيء، خليني عندك أخدمك وأهتم فيك حتى لو شغل القرية متعب. بس قالت لي ما تبي تضيع مستقبلي، وإن حياتها خلاص عدت، وبتبغاني أروح ألقى نصيبي وأتزوج إذا لقيت رجل يستاهلني. وجلست أوافق على مضض. جلست عندهم 3 سنين. الشغل كان متعب جدا، تنظيف وطبخ طول اليوم، لكن كانوا يحترموننا ويعطونا رواتب زينة ويهتمون فينا ويعاملونا كبشر. ومن بيت البيت تنقلت، شفت كل الأنواع، اللي يذلك واللي يكرمك، وتعلمت إن شغل البيوت مدرسة تعلمك الحياة. والتجارب السيئة كانت أكثر من الزينة، والناس الطيبين قليل. ولما كبرت وصرت أستوعب بدأت ألوم أبوي وأقول ليش جابونا للدنيا إذا بيرسلنا نشتغل من صغرنا، وفلوسي طول عمري ما استفدت منها، كلها كانت تروح له يعيش فيها هو وإخواني، وأنا ما كان لي منها شيء. وأبغى أقول لكم إن يوم كنت أشتغل عند بهية كانت أمي حامل بأختي الثانية، وكان واضح ظروفنا ما تسمح نزيد عيال. أنا وقتها كبرت وصرت واعية وأعرف الصح من الغلط، ولما عرفت إنها حامل كرهت فكرة الحمل، مو كرها لأمي،
بس لأني شفت قدامي مستقبل البنت اللي ببطنها. تخيلتها تكبر بريئة وتدخل بنفس الدوامة اللي أنا مريت فيها. كل شيء صار يربطني بالشغل من بدري وبالمسؤوليات اللي أكبر من سني، لا عاطفياً ولا مادياً. وآخر بيت اشتغلت فيه كان عند حرمة اسمها سارة، كانت خياطة معروفة وعندها زباين كثير يسوون مفارش وأطقم سرير وملابس وكل شيء فيه تطريز. وأنا كنت شايلة شغل البيت كله على راسي عشان تتفرغ لشغلها. كان عندها ولد صغير وزوجها بس، وكانت طيبة وتقول لي تعالي أعلمك. وفعلا يوم ورا يوم علمتني التطريز على الماكينة، وجلست عندها 1.5 سنة، وكانت البيت الوحيد اللي تعلمت فيه شيء يفيدني. مع الوقت صرت إذا كثرت عليها الطلبات أساعدها، لأنها كانت تتعب وظهرها يعورها وعيونها تجهد من الماكينة، وكنت أوقف معها أتعلم وأشتغل جنبها. دايم تقول لي خذي هذول وأطرزيهم، سوي هذول، وكنت أطرز وأتعلم لين صارت هذه المهارة الوحيدة اللي أملكها غير شغل البيوت والتعب. وصار عندي شوية وعي أجمع فلوس وأخبيها لوقت الحاجة. وهي أصلاً اللي علمتني الفكرة. كانت تقول لي لا تخلين كل راتبك يروح لأهلك، أنتي أدرى بوضع أمك، لو كانت شايلة همك ما كانت تجيب عيال زيادة لأنها ظروفها كذا. اهتمي بنفسك، سوي مستقبلك. وكانت تهتم فيني كأني بنتها رغم أنها مو كبيرة مرة. ومنها تعلمت أجمع قرش فوق قرش، لأن أمي ما كبرت معاي ولا علمتني هالأشياء. أنا كبرت بين الحريم وتعلمت منهم، لين صار عندي مبلغ مخبيته تحت الأرض اليوم أحتاجه. صار التنقل عادة بحياتي، كل كم سنة أكون بمكان وأتركه، حتى لو كان سيء أتألم يوم أفارقه. زي بهية، رغم قسوتها يوم طلعت من عندها حسيت بألم الفراق، وكرهت فكرة أني أعيش 3 أو 4 سنين بمكان وبعدين أبدأ من جديد. صرت أتشوق لشيء اسمه الاستقرار، بيت أقول هذا مكاني للأبد. وفي عمر 14 رجعت البيت أهلي بنية أستقر وأشتري ماكينة تطريز وأبدأ شغلي الخاص. ولما شريت الماكينة وجبت القماش والخيوط كنت طايرة من الفرح، وأحس أخيراً ببدأ حياة جديدة وأودع شغل البيوت والتعب والذل والسهر للمطبخ لين نص الليل والقيام قبل الفجر. لأن اللي تشتغل عند الناس ما عندها راحة، حتى لو كانت تتألم تقوم وتشد على نفسها وتكمل. حطيت الماكينة بالبيت وبدأت أشتغل رغم الإزعاج وإخواني الصلار واللخبطة، وكنت أقول لنفسي اصبر وإن شاء الله ربي بيفتحها علي. وكنت أقول لنفسي خلاص أشتغل وأكبر شغلي وأخذهم البيت أحسن، يمكن أستأجر لهم، يمكن حتى أشتري بيت، كل شيء ممكن. وصرت أحس أني أم وأب في نفس الوقت، لازم أطلعهم من الفقر لأنهم من يومي صغيرة حاطين الحمل علي. أخوي الكبير ما يشتغل إلا يوم ويجلس 3، وفلوسه تروح لعب وسوالف فاضية. وأبوي نفس الشيء، يوم يشتغل ويومين لا. وأختي الكبيرة جالسة بالبيت، والصغار يدرسون، ووحدة كانت رضيعة. فكنت أنا اللي أسهر على الماكينة لين أذان الفجر، وأنام ساعة وأقوم أكمل، وألف على الحريم أوريهم شغلي بمدينة صغيرة أغلبها على قد حالها. تجيني وحدة تطلب ووحدة ثانية. قلت يمكن أمشي، لكن اللي كسرني موضوع الديون. كلهم يقولون سوي لنا وبنعطيك. أسوي الطقم ب50 أو 60 ألف ريال قديم، وتعطيني 500 أو 200 وتقول الباقي بعدين. شهر ورا شهر تعطيني شوي لين لقيت نفسي غارقة، ضيعت راس المال والربح. سويت مفارش وملابس وأطقم بالمئات، وما رجع لي حتى ربع فلوسي. وصرت أسمع الكلام الجارح، كنتي تشتغلين وتساعدين والحين جالسة عند هالماكينة كأنك فاضية، تسهرين للفجر شناكل. أخواني وأبوي يهاجموني، وأمي ساكتة تجيب عيال كأنها آلة إنجاب. يمكن كلامي قاسي، لكنها أخطأت كثير، وأنا كنت الوحيدة اللي تدفع الثمن.
تعبت وأنا أفكر وش أسوي، وقلت أخلط حنة النقش وآخذ لي كرسي ودفتر وأجلس بالسوق مع الحنايات. أعرف أنقش شوي، مو احتراف بس أقدر أبدأ. رحت وجلست بينهم واكتشفت إن السالفة مو بس كرسي ومكان، لازم تكلمين مسؤولة الأماكن وتدفعين حقك. كان عالم جديد علي. جلست يمكن 3 أيام، وفي اليوم الثالث جاء أخوي وشافني، سوى فضيحة قدام الناس، رفس الكرسي، مسكني من عبايتي وصرخ: وش تسوين هنا؟ تبين تفضحينا؟ إحنا ما عندنا بنات ينقشون بالشارع. ودفعني وطحت وقام يجرني للبيت قدام الخلق. ذاك اليوم بكيت بكى ما بكيت مثله بحياتي. يتظاهر بالرجولة والخوف على الشرف وهو عايش على تعبي. أنا أشتغل وأرسل فلوس وهو ما يدري وش مريت فيه بالمدن اللي رحتها. همه الوحيد الفلوس وسمعة قدام الناس. من بعدها بدأت أكره المجتمع وأحقد على وضعي. صرت سوداوية وما يعجبني شيء بالحياة، وأقول ليتهم ما جابوني للدنيا أصلاً. مع كل هذا كان يجيني خطاب، لكن أمي وأبوي يرفضون ويقولون ما عندنا بنات للزواج. فهمت بعدها إنهم يرفضون عشان أنا مصدر رزقهم. لو تزوجت مين يصرف؟ حتى وأنا أطرز كان يجوني يسألون عني، وتقول أمي ما تبي تتزوج. اشتغلت بكل مكان، حتى المصانع، وآخر مكان قبل ما تتغير حياتي كان شركة خياطة. اشتغلت شهر وجاني مشرف قال إنه معجب ويبغى يتقدم لي، لكن بغبائي عطيتهم رقم أبوي ورفضهم وقال ما عندنا بنات للزواج. اليوم اللي بعده قالت لي أمي إن أبوي قرر أترك الشغل. حسيت الجدران تضربني. فكرت أهرب وأتواصل مع أم نورة تساعدني ألاقي مكان أهرب له، لكن استحيت أرجع أزيد همها. وفي النهاية رحت اشتغلت بشركة تنظيف يوزعون العاملات على البنوك والشركات. عندي تجربة طويلة في شغل النظافة. مشيت مع ناس عطوني اللبس وكل شيء. مرة أرسلوني للبنك واشتغلت شوي، بعدين نقلوني لشركة. يوم دخلت شغل النظافة كان عمري 41 سنة. يمكن تستغربون، بس هذه حياتي كلها، وناس كثير حسوا علي وقالوا مسكينة ضاعت حياتها بس شغل. بس أنا كنت أشتغل وأفتخر بنفسي وأعتز بزميلاتي وزملائي في الشركة، نضحك ونتعامل مع بعض بطيبة. بعض البنات عطوني عبايات وجزم قديمة كانوا ما عاد يلبسونها، وأنا ألبسها معهم بكل عفوية وكنت طبيعية. في الشركة كان في قسم تحت يجيبون أغراض زي خضار وفحم، وكنت أساعدهم. يوم انقطع خيط من عبايتي بالطاولة وجلست أخيط في درج داخل الشركة، فجأة شفت رجال اسمه راشد ينزل من الكاميون ويتفحص الشغلات بطلته ومشاكس بنظرة استعراضية، وأحسست بالخجل وصرت أخيط بسرعة وما عرفت وين أخيط. رجع يطل علي وصدمت لأني ما متعودة لهالمزح. يدي تلعثمت بين الإبرة والخيط وقال لي كلام سيء. قمت ومشيت وصرت أتجنبه. وفي حرمة معنا قالت لي إن راشد طلب رقم جوالي. بصراحة أنا استحيت وقلت خليني أقول لها بعدين. قلت لها لا أنا ما أعطيه رقمي، وش أنا عمري 42 سنة وأرجع أبدأ أتعرف وأكلم؟ قالت لي لا يا بنت الحلال، هو يقول يبي الحلال ونيته زواج، ليه مكبر الموضوع؟ وجلست تقنعني لين عطيتها رقمي. كلمني راشد وقال لي بصريح العبارة إنه يبي يتزوجني وإنه جاد، وأنا سكرت بوجهه يمكن 3 مرات وهو يرجع يدق وما يمل. الصراحة انصدمت، عمري ما جاء رجال وأظهر لي اهتمام بهالطريقة ولا قال لي كلام كذا. حياتي كلها كانت بين البيت والتعب والشغل، وفجأة يجي يقول لي أبي آخذك بالحلال وكذا وكذا. هو كان عمره وقتها 38 وأنا 41 أو 42، يعني أكبر منه. وكنت أقول له ترى أنا أكبر منك وأنا عمري فوق 40.
كان دايم يقول لي قهرتيني، كل اللي يسمع صوتك يقول عمرك 29 مو 42، وأنا أبيك أنتي مهما كان عمرك، حتى لو ما يبقالك إلا يوم بالدنيا. كلامه لمسني واقتنعت فيه. وهكذا تنتهي قصتنا اليوم، لكن العبرة تبقى. تذكروا دائماً أن وراء كل تجربة درس، ووراء ألم ألم بداية جديدة. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من القصص والعبر. شاركونا آراءكم في التعليقات، فربما تكون كلمتكم سبباً في إلهام شخص آخر. نلتقي في قصة جديدة ودمتم بخير.